اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا صباح الفل والياسمين والهنا والسعادة على عينيكم. صباح جاية النهاردة وقررت بما إن أنا قاعدة من الشغل بقالي كام يوم، فقلت لازم النهاردة أن أنا أبدأ يومي أطلع إن شاء الله بعد الفجر أتمشى واعمل شويه نشاط كده وحيويه. فيلا يا جماعه، اللي هو مكسل ولا اللي مكسله تقوم كده تشطر كده وتقوم تبطل كسل وتقوم تشطر وتقوم تعمل شويه نشاط كده وشويه رياضه على الصبح. شويه المشي دمت يا جماعه والله العظيم مش عايزه اقول لكم، شويه مشي زي العسل، احلى شويه مشي هم بتوع الفجر دول. انا صاحيه من الفجر واستنيت شويه كده على ما النهار بدا يشقشق ويطلع زي ما انتم شايفين كده، وقلت اما اطلع بقى اتمشى شويه. فانا عشان انا بتمشى فانا هديت المشي شويه عشان التليفون بتاعي ما يتهزش مني، عشان الصوره ما تزعجكمش وانتوا تتفرجوا عليها. رب كده تكونوا كلكم بخير وحلوين وكل سنه وانتم طيبين. وعايزه اقول لكم بحبكم والله العظيم، بحبكم قوي قوي. كل الناس المحترمه الكبيره اللي هي مقامها عالي قوي 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 والله العظيم. بس انا هقعد كده الاول شويه عشان انا بصراحه تعبت. كل الناس المحترمه اللي مقامها غالي والله العظيم، مقامها غالي قوي قوي على راسي من فوق. انا بحبكم وبحترمكم من كل قلبي، وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين. ويلا قوموا ما تكسلوش، قوموا كده حلاوه النشاط كده وانتوا قايمين كده وبتتمشوا، وبعد كده بقى تروحي كده وتستريحي او تنامي لك شويه. بحبكم وانتوا على راسي من فوق. اما بقى اصحاب التعليقات السلبيه، اصحاب التعليقات السلبيه اللي انا بجيب سيرتهم دلوقتي، فانا بقول لكم بلاش التعليقات السلبيه، لان هي مش حاجه كويسه. يعني واحد بيعلق لي وبيقول لي اتقي الله، القيامه قربت. الله، القيامه قربت وانا بعمل ايه؟ يعني انا بعمل ايه يا جماعه؟ يعني جاوبوني، انا بعمل ايه؟ انا الحمد لله يا جماعه ما بعملش الا كل خير. فيديوهاتي كلها محترمه، وبقول لك يلي بتعلق انت بتقول الكلام ده، انا الحمد لله قبل ما بصور وقبل ما بعمل اي حاجه ببص على طرحيتي الاول واشوف شعر الاول شعره باينه من شعري ولا لا، وبحافظ على نفسي على قد ما اقدر. ونفس النظام الزرار بتاع العبايه بتاعتي ببص عليها واطمن على نفسي الحمد لله ان ما عنديش اي حاجه تدني. فبقول لك ملوش لازمه، انت ربنا خلقك بس كده عشان تاذي الناس. يعني انت بتاذي الناس بالكلام ليه؟ انت شفت مني ايه اصلا عشان تاذيني؟ انا الحمد لله زي ما قلت لك محافظه على نفسي ومحافظه ما بعملش اي فيديوهات تسيء ليا في حاجه. كل فيديوهاتي مؤدبه ومحترمه، ورحله كفاحي وشغلي اللي انا بوريه للناس، والناس كلها الحمد لله بتشجعني. اما رايك انت مش هيهمني في حاجه، والله رايك ما يهمني في اي حاجه خالص. يعني انت من ضمن والله العظيم من ضمن 90,000 واحد، يعني انت تعلق لي وتقول لي الكلمه ديت عشان ايه؟ والحمد لله التعليقات كلها اللي بتجيلي الناس بتقول لي ربنا يعينك، وبتدعي لي من كل قلبها وبتدعمني من كل قلبهم، بيدعموني وعايزين ينجحوني باي طريقه. بشكرهم وهم على راسي من فوق، وبقول لكم الف شكر. اما انت ما تلزمنيش في حاجه. فلو انا بقول لك لو مثلا القناه بتاعتي مش عاجباك او الفيديوهات بتاعتي مش عاجباك، يعني لو فيديوهاتي مش عاجباك تتفضل مشكورا تطلع من على القناه بتاعتي وما تخشش اصلا خالص ولا تتفرج عليا. بس مش تيجي تاذي الناس بالكلام ليه؟ تاذي الناس بالكلام ليه؟ عشان ايه يعني؟ ايه اللي انت شفته عشان تقولي القيامه قربت؟ انت ولا غيرك؟ ايه اللي انت شفته مني؟ فانا بقول لك انت ما تلزمنيش اصلا خالص يا صاحب التعليقات السلبيه، انت ما تلزمنيش. فعايزاك تخرج من القناه بتاعتي، او لو بتتفرج عليا ماليش لازمه اساسا خلاص، عشان ما يشرفنيش اساسا انك انت تتفرج عليا. انا ياما عليا الناس المحترمه اللي عندي، ياما عليا الناس اللي قيمتها فوق راسي من فوق. فانا بقول لك بقى انت اللي زيك بنقصه خالص ما يلزمنيش، مع ان انا واثقه ومتاكده كويس قوي انك انت لو شفت مثلا يعني
واثقه طبعا ومتاكده، لا مؤاخذه يا جماعه ولا مؤاخذه يا ناس يا محترمه كلكم يلي هتسمعوا اللفظ ده، لا مؤاخذه انا مش هغلط طبعا ولا هقول حاجه عيبه. لو انت مثلا شفت واحده او حد بيرقص على اللي قدامك كده، انا متاكده كويس قوي ان اللي زيك هيطبل ويسقف ومش ولو يقدر ان هو يعمل كمان 50 لايك هيعمل. انما انا ما اناش عاجباك، مش عاجباك. عارف ليه؟ عشان انا ست محترمه ومتربيه، واولا واخيرا ان انا الحمد لله كل فيديوهاتي عاجبه الناس، والحمد لله بجيب نسبه مشاهدات. يعني انت ايه يعني من بين، انت ايه من بين 90,000، يعني انت ايه من بين 90,000 واحد بناقصك خالص. انا لو مش عاجباك بدل ما تأذي الناس بالكلام وتجرحهم بالكلام وتقول لهم القيامه قربت تقوم، انت لو عارف ربنا اساسا ما كنتش تقول كلمه زي ديت. انت لو عارف ربنا ما كنتش تقول كلمه زي ديت. عارف ليه؟ لان ربنا ما ادالكش علمه، ربنا ما ادالكش علمه. فانا بقول لك يعني ايه، عشان ما تتخذش معاك اي اجراء قانوني. انا مش عاجباك عدي عدي وسيبني، يعني ما تفتحش على الفيديو بتاعي وتخش تتفرج عليه. بس دي اللي انا اعرفه، يعني انت تخرج من سكات بس. دي البني ادم المحترم واللي هو كويس ويحترم الناس حتى لو هم مش عاجبينه برضك ملوش دعوه، يحترمهم برضك وملوش دعوه. انت ما تلزمنيش، وكفايه عليا الناس المحترمه اللي معايا على القناه واللي هم بيشوفوني ومعجبين بيا. معلش دراعي وجعني. ياما عليا الناس المحترمه اللي هم بيشوفوني ومعجبين بيا وانا بحبهم وهم بيحبوني وبحترمهم وبيحترموني. دمت ياما عليا قوي 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 وبحبهم وشكرا لهم على دعمهم ليا. يعني شكرا لكم يا جماعه، انا بشكركم على دعمكم ليا وبحبكم في الله. وطبعا انا ما كنتش ناويه والله العظيم افتح في الكلام ده خالص، انا كنت ناويه اصبع عليكم بس مش عارفه ايه اللي جاب الكلام في دماغي، ما اناش عارفه. فانا بصبع عليكم وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، وما تشغلوش بالكم خالص بالكلام اللي انا بقوله ده، لان انا بحترمكم وانتم بتحترموني وبتدعموني وانتوا على راسي من فوق، وبحبكم. وكل سنه وانتم طيبين. وزي ما قلت لكم، يلا اللي مكسل او اللي مكسله تقوم تتنشط وشويه نشاط كده على الصبح. ويا سلام بقى، يا سلام على ريحه الزهور. والله العظيم يا جماعه ريحه الزهور الفجريه دي ايه، حاجه ملهاش حل. والله العظيم بكلمكم بجد. ان شاء الله باذن الله عندنا حوالي يعني 3-4 قراريط احنا زارعينهم شجر، والزهور ده احنا بنقطفه. فان شاء الله باذن الله يكون ليا نصيب ان انا اعمل فيديو وانا هناك وانا بجمعهم، واعرفكم طبعا ازاي بينجمعوا في الميعاد. الميعاد امتى بالظبط اللي بينجمع فيه، وبينجمع كام مره، وبينباع الكيلو بكام، واعرفكم كل حاجه ان شاء الله. وان شاء الله الفيديو هيعجبكم باذن الله. وانا بحبكم في الله وبعزكم قوي قوي قوي، ودعموني. انا خلاص كده انا مشيت دلوقتي يا جماعه حوالي ساعه، يعني خلاص كده فاضل لي حوالي 5 دقايق او 10 دقايق واكمل الساعه. فانا هروح بقى عشان ايه، عشان اصحي علي، بيروح الحضانه بعد الساعه 7. هروح اصحيه عشان يروح الحضانه بتاعته. فانا قلت اما اصبع عليكم واقول لكم كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. رب دايما 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 تفضلوا معايا على القناه بتاعتي ومشرفيني، دايما مشرفيني ومفرحيني بالتعليقات الجميله اللي انا بحبها قوي. والحمد لله ان انا معايا على القناه الناس كلها محترمه. والله العظيم كل اللي معايا على القناه ناس محترمه وناس لها تقديرها واحترامها، وكبيره كبيره 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 قوي، لان هم ناس يعني لان هم معروفين ان هم محترمين من تعليقاتهم المحترمه. والله العظيم ادعوا لي من قلبكم، وادعموني برضو من قلبكم، وبحبكم وربنا يخليكم ليا يا رب. ودايما تبقوا معايا على القناه ومنوريني دايما يا رب، دايما معايا على القناه ومنوريني. بصراحه كفايه ريحه الزهور، والله العظيم يا جماعه كفايه ريحه الزهور الحلوه دي. ريحه الزهور ايه تحفه، يعني بتشم ريحه الطبيعه، ريحه الطبيعه الجميله كده الصبح كده بعد الفجر، بتشم ريحه الطبيعه الحلوه وريحه الزهور من جميع النواحي، الشجر
واللي حتى البطاطس لها بيطلع لها زهور وبيبقى لها ريحه. عايزه منكم يا جماعه احلى لايك، انا عايزه لايك وعايزه شير. واللي اول مره يشوفني، انا اسمي سلوى ام محمد، انا ست بسيطه جدا جدا جدا، والحمد لله بشتغل في اي حاجه طالما الشغل حلال. الحمد لله بشتغل في اي حاجه وبجيب لهم تعيش لاولادي بالحلال. فعايزه منكم احلى لايك، واللي اول مره يشوفني يشترك في القناه بتاعتي.